هلا والله يا شباب، شلونكم؟ رجعت لكم اليوم فيديو جديد، واتمنى اليوم هاي الحلقه تكمل يعني بخير والسلامه. يعني صار فتره قاعد اصور والتصوير ما قاعد يمشي عدل، يعني اصور لكم فلوجات ولكن الفلوجات ما قاعده تمشي عدل. اوكي، المهم من هذا الترتيب كله. اليوم انا رجعت للفلوجات، فبما انه احنا طالعين والجو مغيم وفتشي، يعني الاجواء صايره بومبستيكيه. تمام، اوكي، شنو رايكم بالاجواء؟ والله الاجواء فتشي يعني ما شاء الله. اوكي، قاعدين نتمشى وكان ضيع مالتي الكمامه، فرحت جبت كمامه واشتريت كمامه جديده وجيت من هاي ليرة. اوكي، يعني الكمامة ضاعت، واذا شافونا البوليس هسه حيقعدون يقولون لنا غرامة من هاي الزينة 3000 ليرة، شيء كلش ما حلو. قاعدين نتمشى وكان ناخذ هذا الفتشي حتى فتشيش بالطريق، وصراحة طعمه كلش طيب. بما انه انا طالع السريع حتى قاعد اصور لكم، بصراحة ميتي من الجوع، فقعدت بمطعم حتى قاعد اكل وراح اطلع اكمل لكم التصوير ونشوف هناك ابو السعادين. شوفوا اليوم منو جبت لكم ابو السعادين. بما انه هو الوقت اليوم تاخر، الساعة 9:22 دقيقة. اوكي، يمال مال الهوى يمال مولاي. صار قد ما مصورين فلوجات؟ اوه بس بعد لحظات 1 مينت لطيف. وي وي اباك فيلم رعب. اوكي، رجعنا للبيت انا وابو السعادين حتى نسوي الكل، بما انه عم يعني ليش يتباوع. المهم انه احنا رجعنا البيت حتى شو نسوي؟ كومبير. حتى نسوي اكلة الكومبير. اللي يعرف اكلة الكومبير هي 1 مينت، خل اطلع لكم اكلة الكومبير. هاي اكلة الكومبير مثل ما انتم شايفينها قدامكم، هي هيك عبارة عن بس بوتيتو وفوقها حبشكلات، فلازم حنسوي هاي الاكلة انا وابو السعادين هسه. شنو حنحتاج؟ حنحتاج بطاطس. شو اسمه؟ بطاطس. هاي يسموها بوتيتي. اوكي، شو بطاطس؟ اوكي بطاطس. معلومة سريعة، بطاطس محمرة، بطاطس بيضاء. معلومة سريعة ويوم نمشي بغسان هاليوم حنسوي أكلة نقعد نطبخها. شايفين الأكل الصيني من يقعدون يقولوا لك هاي شين جون جون دن ويضربوها هيجي، هاي اليوم احنا حنسويها. لا تزوم هواية، لا تراضوا بالبوتيتاية براسك. تمام؟ ما شاء الله نفس الشيء، نفس الشكل. كونج بطاطس. والله الجيران حيطلعوا لنا. الله الله، هذا تتحمر بحد. اوكي، خليت البهارات. طبعا انا ما حقول لكم شنو البهارات اللي حطت عليه، لان انا ما في شيء ما خليته. شكو هنا انا شلته وحطيته، شكو هنا انا شلته وحطيته. هلوز، كيف الحال؟ الاضاءة ما ادري شلون، بس اوكي ماكو مشكلة. المهم انه احنا خلصنا نسوي كل شيء وكملنا كل شيء، وسوينا السلطة وتتبيلة وحطينا لبن وحمص وخلصنا كل شيء. والمهم اجى الدور الاخير انه احنا نسوي البطاطس. تيرارارا، شنو رايكم؟ شكلها ما يشجع صح؟ اوكي، طلع بالاخير، بس ما اعرف على الطعام يعني شلون حيصير، بس اتوقع يصور. شباب هذا هو الاخطبوط، ما ادري اذا انتم قاعدين تشوفوه زين او لا. 1 2 3 يلا عبودي. السلام عليكم، انا والله شباب، شلونكم؟ يا رب تكونوا عساكم بخير. واليوم فلوق جديد وفيديو جديد اليوم حصلنا بالقناه. حتسالوني ليش انه انا كنت منقطع هذيك الفتره، السبب انه كنت قاعد اشتغل، واللي يتابعني على الستوريات اللي على الانستغرام حيعرف انه ليش قاعد انقطع. قررنا ان احنا نطلع شويه، فالمهم اليوم الفيديو مالتنا ان احنا حنطلع نشوي. تمام، قلت انه لازم نسوي لكم مفاجاه بالفيديو هذا. اكيد انتم شفتوا هاي المفاجاه بالعنوان. حناكل جبت اخطبوط البحث، صعبت علي لحد ما قدرت انه اجيبه وجبته. حنقعد ناكله اليوم اني والسعادين. انا جدا صراحه هواي متحمس. هذا الفيديو اللي حيصير، وان شاء الله انا ما راح نقطع بعد، راح انزل لكم هواي فيديوهات جديده. والله العظيم اكو هواي شغلات حصلت جديده، بس انا ما قاعد القى فرصه زينه حتى تنزل هاي الفيديوهات، فما اني انزل ولا تنقطع مره ثانيه. فالمهم خلينا نروح ونشوفكم الهوسه اللي احنا حنسويها. بس خلينا نقول لكم دقيقة، خلينا نقول لكم احنا شنو حنجيبنا ويانا اليوم. طبعا الاكل اللي احنا حنسويه هاي البهارات. شباب انا الشيف. منو الشيف؟ دوخر عيني. وهذا اللي مندوش. دوخلك انا الشيف. شباب هاي اليوم اللي حطبخ الاكل. يعني ستة حتعرف تطبخ مثلا، يعني انت ما تعرف تطبخ. طبعا عبد الله. شباب انا اليوم اللي حسوي لكم الاكل. طبعا احنا ما جبنا اليوم بس اخطبوط حتى ناكل بالتحدي، جبنا شغلة ثانية هم حناكلها. تمام، هو دجاج يعني جبنا، وجبنا هم لحم حتى نقعد ناكل. والله اخطبوط. متينو
المهم خليني اشوفكم اليوم احنا شنو حنجيب. طبعا طماطة هو اكيد يعني بالشوي، ما كنت سافرة من غير طماطة وبصل، وجبت بروكلي ما ادري انتم حتعرفوه او لا، فجبت هم من عنده، وهذني البهارات وهذا اللحم والاخطبوط. وين هذا هنا الحلو مالتنا، هذا الاخطبوط هنا، الاخطبوط العايش اللي حناكله. فخلينا نحضر الشغلات وراها نرجع لكم. طبعا هم مسوين الستاند هنا تعلاقه يخلون عليها الغراض مالتهم، وهناك حاطين القماصل. كان عبالي انه انا حقعد الصبح والقى الجو عباره عن كلية غيم، بس الحمد لله انا ما لقيت كلية غيم، لقيت انه هو مشمس يعني ولطيف وظريف الجو. شي يبغى ارجع قميص جديد. هسه لازم نسوي الزلاطه. احنا قاعد اعلمكم انا اطبخ، انا قاعد اتعلم طبخ. رجاء اللي قاعده تتابعيني انت او اي وحده قاعده تتابعني تمام، لا تطبون بعد المطبخ نهائيا. هات البصل. وكان تكمت الصماصل. تعال النيران مع الاخمتين. بس شوف النار اللي حصل. صراحة انا ما اعرف هذا شنو انتم تسموه عندكم يعني، بس اني حسب ما اعرف انا شفته بالكرتون. كرتون. والله بالكرتون بروكلي. الله الله الله. واول شيء نحط على النار هاي البهارات، ما ادري اذا شفتوها ولا لا. ملح، نمندوزي، نمندوزي، هاي طبعا مخصوصة للاخطبوط، وفلفل اسود. ورجعنا من الشيف. جبنا دياية متبوش دياي. خلاص عفا. وهنا هسه نفتح الفلفل الاسود نحطه هنا. الله الله. يلا نعبي ونرجع لكم. انظروا ماذا رأيت هنا. هلو، قبل شوي كنا قاعدين نمشي انا ومتين، رحنا المكان هناك حتى قاعدين نشوفه. فالمهم انه احنا اول ما رحنا هناك كان نلقى فطر بالقاع، بس هذا الفطر سام. مره صارت حاله بورصه واحد سوري اكل من هذا الفطر، قام طالع يا جماعه سفره واكل نفس هذا الفطر وتسمم وودوه المستشفى. شباب هو هذا الفطر هياته، هذا هيك شكله تمام. هذا الفطر همين. شوف هاي صغير. لا تشيله اوكي. هذا صغير هنا. اوكي طبعا الاكل ما بقى له شيء ويكمل، ورا ما حيكمل الاكل نسوي التحدي مالتنا، لان احنا ما نريد نسوي التحدي قبل ما يصير الاكل، فلازم نسوي الاكل. وانتم لازم هم تتابعون الفيديو للنهايه، ولا تنسون تخلون لايك وتشتركون جوا بالقناه، اهم شيء تشتركون جوا بالقناه وتكتبون شيء حلو بالتعليقات حتى نسوي لكم تحديات اقوى واقوى بعد اكثر. اوكي شباب، هذا هو الاخطبوط. ما ادري هو قبل شوي كان قاعد يتحرك تمام، ما ادري اذا انتم قاعدين تشوفوه زين او لا، بس هاي المجسات مالته هياتها، وهذا هو هيات ثاني، والحبر مالته كليته على ايده صاير. طيب والله هو بيه طعم ينكل يعني. يلا واحد اثنين. اجل كرزات هو. ها ينطلع مو ايه. اثنين ثلاثة. يلا عبودي. طبعا انا كنت من عنده عبد الله، كنا من عنده بس شويه. هو بالبدايه قام يتحرك، بعدين من رحنا غسلناه وقف ما قام يتحرك، وهسه من رجعنا همين شويه ما قام يتحرك، بس من حطيناه بحلقنا شويه قام يتحرك.
اوكي شباب، طبعا الاكل هو صار ما كلها تخلص ما بقى عباره عن شيء يعني، بس ننتظر ابو السعادين يعني دزينا ابو السعادين حتى يروح يجيب لنا فد شغله العمود حتى نشربها، يعني ما يصير ورا كل هذا الاكل انه احنا ما نشرب فد شيء. هذا هو بس والله شكله شلونه؟ فرصة تتغير. اوكي، وهاي هنا بروكلي. اوكي شباب، ورا ما خلصنا عبد السعادين رجع، هو ما ادري ايش جاب كلاثه، احنا قلنا نجيب بس بطل واحد بس هو جاب كلاثه، ما ادري شنو السبب. المهم يعني هذا يكفي؟ المفروض يعني ان احنا باقيين هنا لليل تمام. فا اوكي هسه الاكل هو تقريبا صار. اوكي هسه كمل وحطينا الشاي على النار. اول باذنجان دقيقه شويه المفروض ينفتح بالنص. اسوي لكم حركه خنفش عشائريه. ورا ما خلصنا وهذا الشاي الزين هسه قاعدين بدنا نشربه. وهسه تقريبا الساعة صارت عصر يعني أذن العصر قبل شوية. الساعة 3:39 دقيقة. طبعا شيء ثاني، واحنا هنا باقيين لليل فما عندنا شي نسوي، فحنقعد نلعب. الاخطبوط بعده هياته موجود. اوكي طبعا هسه هذا الاخطبوط المفروض انه هو صاير صغير. اوكي ها شوفوا منو لقينا يا صديقي هنا جاي قاعد ياكل. عافية يا ابو عبد الله، عافية حبيبي، قربه من يم الاكل خليه ياكل. حلقة اي نطي الصمونة كلها. عافية. طقنا لكم صور على الانستغرام، لا تنسون تروحون تشوفوها على الانستغرام لان هاي الصور بصراحة كلش حلوة وفتشي يعني الصور. اوكي لا تنسوا تروحوا تشوفوا على الانستغرام، حاط لكم رابط الانستغرام دائما بالوصف. وانتم اللي يسالني ليش انا غبت، اذا انت كنت تتابعني على الانستغرام فانت حتعرف انه انا ليش كنت منقطع عن اليوتيوب وليش ما قاعد اصور الفترة هاي كلها اللي راحت. مرحبا، شلونكم؟ عساكم خير يا ربي. اسمي غسان مهند. شوف الفيديوهات اللي انا قاعد انزلها واليوميات اللي قاعد انزلها، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. لا تنسى تشترك جوا بالقناه وتكتب لنا كومنت حلو حتى اسوي لك التحديات اللي انت رايدها والفيديوهات اللي انت رايدها واللي تعجبك والاسئله اللي انت تسالها.